السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تاني فيديو أو تاني درس إن شاء الله في السلسلة بتاع قواعد البيانات اللي أنا بشرح فيها قواعد البيانات للطلبة اللي داخلين سنة تانية بكالوريا مسار الهندسة وعلوم الحاسب، عشان يبقى فاهمين الأساسيات بشكل واضح. لو أنت ما سمعتش أول فيديو إن شاء الله هتلاقيه في الوصف تحت. اسمعه، هو تقريبا 10 دقايق، اسمعه وتعالى كمل ال10 دقايق دول. ولو مش معانا في جروب الواتساب فكلم الدعم هنا او الرقم ده هيدخلك الجروب، لان اي بي دي اف بنشرحه او اي تدريبات او اي معلومات بتنزل في الجروب ده. وخلينا نبدأ كده بقى بسرعة عشان ما نضيعش وقت. احنا خدنا ايه الفيديو اللي فات كده سريعا؟ خدنا يعني ايه قاعدة بيانات، البيانات بتتحفظ ازاي، وايه اللي خلانا اخترعنا حاجة اسمها داتابيز عشان ننتقل من الفوضى الى النظام. ففي الدرس ده ان شاء الله هنعرف ازاي بقى بنرتب الداتا دي. يعني احنا خدنا الداتا كلها، الكتب او الورق كله، هنحوله بقى لتنظيم. ازاي بيتنظم جوه الداتابيز، ازاي بيتنظم؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف. في جداول بتتنظم في حاجة اسمها تيبل. الجدول عبارة عن أعمدة، وعبارة عن صفوف، أعمدة وصفوف. الجدول هو الدرج الذي بنرتب فيه المعلومات. كل جدول مخصص لحاجة واحدة بس: جدول للطلاب، جدول للمدرسين. يعني هنا لو افترضنا ان في جدول للطلاب، فالمفترض ان هو يبقى فيه مثلا اسم الطالب، الاي دي بتاع الطالب، سن الطالب، السنة الدراسية بتاعته، الدرجة بتاعته. بيبقى مختلف عن تيبل تاني: المدرسين، المرتب بتاعه، المادة اللي بيدرسها، المدرسة اللي شغال فيها، الفصل، العمر، الرقم القومي. فكل تيبل بيبقى مختص في حاجة واحدة. نيجي للعمود، كولوم. العمود بيبقى رأسي زي ما انت شايف، بيبقى متكون من حاجة واحدة. يعني انا كده العنوان بتاعه من فوق مثلا اي دي بتاع الطالب، فهنا اي دي مثلا 100، هنا 101 او 111، هنا 120، هنا 155. فده الاي دي بتاع الطلاب، بيبقى شكل رأسي. اي شكل رأسي اسمه فيلد او عمود. نيجي بقى للجزء التاني: الصف او الرو. الصف بيبقى افقي مش عمودي، العمودي ده بيبقى عمود. الافق ده بيتمثل ازاي؟ هنا مثلا بيكتب اي دي، هنا اسم الطالب، هنا الايج، هنا العمر بتاعه، هنا الفصل بتاعه، هنا الدرجة بتاعته. هو ده الرو او الصف، بيبقى افقي. بيبدأ بقى يتعمل هيكلة، يجي الأعمدة تتجمع مع الصفوف، فبتدي في الآخر شكل تيبل. بيبقى تيبل بقى، وتيبل مع تيبل مع تيبل يعمل داتابيز. زي ما قلت لك، ممكن يبقى هنا الاي دي بتاعه، هنا النيم، هنا الايج، هنا الفصل. تيجي بقى ده كده صف. العمود بيبقى كله نفس الحاجة، يعني كله هنا مكتوب اسم حد، اسم حد، اسم حد. لكن الصف ممكن يختلف، هنا كود، وهنا اسمه، وهنا سنه، وهنا فصل. وده مثال عملي اهو. لو جمعنا بقى الأعمدة مع الصفوف هيطلع عندنا تيبل، جدول كامل بالأعمدة والصفوف بتاعته. للمثال بتاع المدرسة، بقى عندنا صف الأول فيه الكود، وتحتيه عمود فيه الأكواد كلها. كل عمود بيبقى متشابه، يعني هنا لازم تبقى الأكواد كلها. هنا اسم الطالب في الصف، فتحتيه العمود فيه الأسماء. هنا السن في الصف، تحتيه السن بتاع الطلاب. هو ده التيبل، اللي مجموعة من التيبلز مع بعض بتكون حاجة اسمها داتابيز. لكن ظهرت عندنا مشكلة. أنا دلوقتي لما يبقى عندي اسم طالب عمر خالد مثلا، وعاوز أجيب البيانات بتاعته، يعني هجيبها ازاي بقى؟ عندنا اسمين نفس الاسم ثلاثي، ممكن يبقى عمر خالد محمد وفي تاني عمر خالد محمد برضو. اجيبه ازاي؟
افرق بياناتهم ازاي؟ دي مشكلة التشابه. حليناها ازاي بقى عندنا حاجة اسمها برايمري كي، المفتاح الاساسي، وهو الاي دي. الاي دي ده اتعمل ليه اصلا؟ ايه الفايدة بتاعته؟ الفايدة بتاعته هنا تقدر تفرق، مفيش تشابه. الفايدة بتاعته انه مفيش تشابه، يعني كل برايمري كي يعني مفتاح فريد او مميز. هنا 101، مش هتلاقي في العمود كله تاني 101، لكن ممكن تلاقي عمر وتلاقي عمر عادي، ممكن هنا تلاقي 17 و17. اي حاجة بتتكرر فانت مش هتقدر تعتمد عليها عشان تحصل على معلومة، لازم تبقى حاجة مميزة للصف بتاعه. انت عاوز تجيب بيانات عمر خالد، عمر خالد ده الكود بتاعه كام؟ 103، فانت هتدوس 103 ويطلع لك كل المعلومات بتاعته الخاصة بتاعته. وفي معلومة تاني مهمة المفروض نعرفها، الفرق بين الداتا وبين الانفورميشن. الداتا وهي ارقام ونصوص خام ملهاش معنى لوحدها، زي مثلا المثال ده، المثال بتاع المدرسة، فبنعمل عليها بروسيسنج او معالجة تتحول لانفورميشن، نقدر من خلالها ناخد تحاليل او بيانات نقدر فعلا ان احنا نستخدمها في حاجات تاني. يعني هنا ملهاش قيمة تتحول لانها انفورميشن ليها قيمة. لو جينا مثلا على مثال زي ده اللي هو تطبيق عملي على المدرسة، هنا البيانات لو شفت رقم 16 لوحده كده مش 16 ده بتاع ايه؟ لكن لو جيت بقى على الانفورميشن، المعلومات، وطلعت الصف كله، يبقى ده عندك الاي دي، وده النيم، وده الايج، وده الفصل بتاعه او الكلاس بتاعه. هو ده الفرق بين الداتا وبين الانفورميشن. وده ملخص كده اللي احنا خدناه كله. خدنا يعني ايه تيبل، وهو ده اساس الداتابيس كلها. خدنا الصف ان هو بيتكون من صف افقي وعمود رأسي، وكمان قلنا ان ده الجدول تيبل. وخدنا البرايمري كي اللي هو المفتاح الرئيسي، اللي هو مستحيل تلاقيه متكرر في الجدول كله، حتى لو بقى عندك 10 مليون طالب، فانت كل طالب يبقى ليه اي دي فريد. ما تنساش بقى ان انت تشترك كده في القناة ان شاء الله عشان تسمع الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.